انت داخل على مرحلة اصعب وهي كتابة الرغبات. اي حاجة ربنا يجيبها فهي خير بإذن الله يعني. في الفيديو ده انا هعرفك يعني ايه رغبات بالنسبة بقى للناس اللي جايبة مجموع عالي، بالنسبة بقى للناس اللي مجموعها هيحير، بالنسبة بقى لطلاب تالتة ثانوي وأزهر اللي مفكرين إن الامتحانات كانت أصعب حاجة عدت عليهم، أو إن انتظار النتيجة كان أصعب انتظار عدى عليهم. فأنا جاي أقولك لأ، أنت داخل على مرحلة أصعب وهي كتابة الرغبات، وبعدها مرحلة أصعب وأصعب وهي انتظارك للتنسيق. بس أحب أفكرك إن أي حاجة ربنا يجيبها فهي خير بإذن الله يعني. في الفيديو ده أنا هعرفك يعني إيه رغبات، وإزاي تكتب الرغبات بتاعتك، وإزاي أصلا الكمبيوتر بيختار لك الكلية بتاعتك بناء على رغباتك. بالنسبة للناس اللي جايبة مجموع عالي أو مجموع يضمن لها الكلية اللي هي عاوزاها، زي مثلا واحد جايب 99% فهو ضامن ما شاء الله طب بشري، واحد جايب 95% مثلا وفي دماغه أنا عاوز أدخل صيدلة، فهو كده ده ضامن صيدلة، فمش محتاج رغبات، هو هيكتب أول رغبة مثلا صيدلة القاهرة وخلاص، باقي الرغبات بقى أي حاجة. اللي جايب مثلا 99% فهو هيكتب إيه؟ أول رغبة مثلا طب بشري القاهرة، وباقي الرغبات أي حاجة. بس هو أهم حاجة بالنسبة له إن هو يراعي التوزيع الجغرافي. يعني لو هو مثلا من الجيزة أو مكان قريب من القاهرة، مثلا شرقية دهلية مش عارف ايه، أي حاجة قريبة من القاهرة، فهو يكتب أفضل رغبة له اللي هو المكان الأقرب اللي هو القاهرة. بعد كده مثلا حتى لو هو أقرب له دمياط فهو يكتب دمياط. طيب لو هو مثلا من سينا، أو من سينا ممكن يكتب القاهرة برضه. لو هو مثلا من قنا أو أسيوط أو الحتت دي فهو هيكتب إيه؟ هيكتب أسيوط، هيكتب طب بشري أسيوط. بعد كده ممكن يبقى يحول، بس مش هيعرف يكتب القاهرة على طول. بالنسبة بقى للناس اللي مجموعها هيحير، يعني واحد مثلا جايب 82% فهو مش عارف مجموعه هيدخله مثلا علوم ولا هيدخله مثلا هندسة زراعية، فهو مش عارف. أو واحد مثلا جايب 95.5 مثلا فهو مش عارف مجموعه هيلحق طب ولا لأ. طيب الناس اللي زي دي بقى تعمل ايه؟ ده ينطبق على أي حد مجموعه واقف بين كليتين، وهو نفسه محتار بين الكليتين دول، فده يعمل ايه؟ ده اهم حاجة يحط في دماغه ان التوزيع الجغرافي. يعني مثلا ما ينفعش لو هو عاوز علوم يكتب مثلا علوم اسيوط قبل علوم القاهرة، ده لو القاهرة اقرب له طبعا. يعني واحد من القاهرة ما ينفعش يكتب اسيوط قبل القاهرة. رقم 2، لازم اول كلية يكتبها اللي هي الرغبة الاولى بالنسبة له. يعني الراجل ده مثلا جايب 82%، فهو مجموعه ممكن يلحق علوم وممكن يلحق هندسة زراعية، فما يقولش بقى ده علوم أعلى فأنا هكتب علوم الأول وبعد كده بقى هكتب الرغبة التانية هندسة زراعية. لا، يبقى أنت لازم الرغبة الأولى بالنسبة لك في الحالة دي بالذات تبقى هندسة زراعية، لأن أنت مجموعك، افرض مجموعك دخلك علوم، تبقى تروح بقى بعد كده تقعد بقى تدور وتحول وتعمل، وممكن الكليات تكتفي فما تقدرش متعرفش تحول، هتدخل نفسك في حوارات. فانت تشوف الكلية اللي هي الرغبة الاولى بالنسبة لك وتكتبها هي اول رغبة في الورقة بتاعت الرغبات. نصيحة عامة بقى لأي حد عاوز يكتب رغبات، الرغبات دي مش حاجة بتتملي في 5 دقايق كده وخلاص، لا، انت اي كلية هتكتبها في ورقتك بالذات اللي بتكتبه في البداية لازم تبقى عارف مستقبلها كويس. ما تكتبش كلية قبل ما تدور عليها او قبل ما تدور وراها وتبقى عارف مستقبلها عامل ازاي. يعني انت مثلا هتكتب هندسة زراعية فانت تقعد تبحث بقى عن هندسة زراعية، لما اتخرج منها هشتغل ايه. مثلا واحد عندك اقتصاد مثلا قسم تغذية، فانت تشوف لما تتخرج هتشتغل مثلا اخصائي تغذية، فانت تفهم بقى الدنيا يعني بعد ما تتخرج هتشتغل ايه. ما تروحش بقى تكتب لي الورقة كلها في 5 دقايق كده وخلاص. اهم نصيحة بقى انك ما تتأثرش بالناس. يعني صاحبك هيجي يقول لك مثلا حط الكلية دي قبل دي، اهلك مثلا عاوزين الكلية الفلانية وانت مش حاببها، ما تاخدش برأي حد. دي حياتك انت وده مستقبلك انت، والرغبات دي هي اللي تحدد مستقبلك انت، فبلاش تمشي برأي حد. طيب بعد ما انا اخلص كتابة الرغبات بقى ويجي التنسيق يطلع وكده، انا بدخل الكلية اللي انا عاوزها ازاي؟ بناء على رغباتك طبعا.
راجل. يعني انت مثلا جايب 90% وانت كاتب مثلا اول حاجة طب بشري وبعد كده اسنان بعد كده صيدلة بعد كده هندسة، فهندسة مثلا واخدة من 90% فانت جايب 90% فهتلاقي نفسك ايه داخل هندسة. يعني الكلية من الاخر بتمشي اللي بتتوافق مع المجهود مع المجموع بتاعك. خلاصة ان الرغبات مش لعبة، الرغبات دي هي اللي هتحدد كليتك ومستقبلك بعد كده. فانت ما تمشيش برأي حد، ومش عشان الناس عاوزة يبقى انا لازم اعمل. اسمع كلام نفسك لان ده مستقبلك انت، وخد نصيحة من حد انت بتثق فيه، متاخدش النصيحة من اي حد. عاوز اقول لك في النهاية يا صديقي ان مهما كانت الكلية اللي انت هتدخلها فدي بتاعت ربنا. المهم انك عملت اللي عليك وتعبت طول السنة. فحتى لو انت ما دخلتش الكلية اللي انت بتحبها وبتحلم بيها فربنا شايلك الخير ده في مكان تاني. وما تخليش اي حد يهز ثقتك بربنا، لان ثقتك بربنا طول ما هي موجودة فانت ان شاء الله بخير. متنساش تشير الفيديو ده لاي حد من دفعة 2025 ازهر، والسلام.